بهذا الفيديو راح نشرح عن أساسيات السشوار وطريقة السشوار ومعلومات مهمة جدا للمبتدئين عن السشوار. قبل ما نبدأ أصدقائي لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، ولا تنسوا تعملوا متابعة للصفحة أو للقناة إذا كنتوا عم تتابعونا في قناة اليوتيوب. طبعا أول شي بيكون الشعر نظيف ومغسول جديد لحتى ما يدخن الشعر، ما يكون مزيت، ما يكون في عليه كريم أو أي شي. نغسل الشعر ويكون نظيف. هسا راح نبدأ احنا طبعا بالسشوار. إذا كان الشعر طويل نبدأ من الجناب، بعدين بنطلع لفوق. طبعا الجناب الشعر قصير، انا بس نشفته تنشيف لحتى لانه الشعر فيه رطوبة. فانا هسه راح ابدأ السشوار اني بدي اسرح الشعر على الجنب. راح ابدأ من هي المنطقة خصلة خصلة. اذا كان السشوار لورا بدنا نبدأ من المنطقة الخلفية خصلة خصلة لحتى نوصل لمقدمة الراس لعند الغرة. بهذا الشكل. انا طبعا هون بطأت الفيديو لحتى تكون يعني التصوير يكون واضح للمبتدئين او للشخص اللي بده يشاهد الفيديو. كيف انا عم الف الفرشاي داخل الشعر. السشوار يكون قريب من الفرشاي لحتى يتسشور معنا الشعر، يكون على سطح الجلد، ما يكون بشكل مباشر على فروة الراس. نكون سريعين نوعا ما بنطول واحنا ماسكين الشعر وحاطين عليها السشوار لحتى ما ينحرق الشعر او يتغير لونه او يصير يدخن. بهذا الشكل بنتابع طبعا احنا خصلة خصلة لحتى نخلص كامل الشعر. طبعا الفرشاي هاي بنستخدمها لهذا الطول من الشعر. اذا كان الشعر اطول بنستخدم فرشاي اعرض شوي، اذا كان الشعر اقصر بنستخدم فرشاي ارفع حسب طول الشعر. نتابع طبعا بهذا الشكل. في ناس كثير بتستشور الوجه من الشعر، يعني المنظر، خلينا نحكي الشعر اللي على الوجه، اما من جوا الشعر يكون في تمويجة من الجذور. فالافضل انه نستشور بهذا الشكل خصلة خصلة من الجذور لحتى يطول معنا السشوار، وحتى لما نجي نعمل تخصيل للشعر ما يغلبنا ويعطينا الستايل الحلو او التسريحة اللي بدنا اياها. ملاحظين انه كيف الشعر بعد ما تسشور بهذا الشكل، يعني الشعر كله مسحوب. حتى اذا كان في اشي بالشعر، يعني شي طويل شي قصير، راح يبين معنا على السشوار. فهون بتبين جمالية القصة اذا تسشور بطريقة صحيحة. طبعا احنا بنكمل خطوة بخطوة، خصلة خصلة مثل ما شرحنا بداية الفيديو لحتى نوصل لآخر خصلة بالشعر اللي هي منطقة الغرة. طبعا احنا بنسشور بالاتجاه التسريح اللي بدنا نعملها، يعني احنا نكون قصين الشعر على قصة معينة، فبنسشور احنا من الأساس بنقص الشعر على اتجاه قصة معينة. يعني نسأل الزبون انت لوين بدك، شو التسريح اللي بدك تعملها، وبنقص الشعر على هذا الأساس. لما نجي نسشور بتطلع معنا 100%. يعني ما بتكون قاصين الشعر لورا بعدين بجي بمشطه على الجنب، ما راح يزبط معي. فلازم تكون القصة هي من أساسيات السشوار، تكون مقصوصة لهذا الاتجاه، مثلا اتجاه التسريح اللي بدي أعملها. طبعا أنا هون تقريبا وصلت لنهاية الفيديو، لنهاية عفوا السشوار. سشورنا كامل الشعر خصلة خصلة بنلاحظ. هسا بجيب كريم إليجانس، هذا كثير ممتاز للشعر. طبعا بإمكانك إذا بدك تحط بس سبراي بزبط، إذا بدك تعمل تخصيل بإمكانك تحط سبراي فقط، بإمكانك تحط كريم، أي نوع كريم ما في مشكلة. أنا حطيت هذا النوع من الكريم اللي هو من أليجانس، ممتاز جدا بصراحة وللتخصيل بيساعد. هسا أنا بدي أجي أخصل، بسحب الخصلة مرة واحدة بهذا الشكل وبرش سبراي. بإمكاني أرش قبل، بإمكاني بعد، ما في مشكلة. ولكن الفكرة أنه ما أرجع أعيد بنفس المكان لحتى ما تفرط معي الخصلة. يعني لو بدي أرجع أعيد بدي أحط الخصلة في مكانها بالمشط. نرجع بنكمل. نلاحظ العملية سهلة جدا لأنه احنا سشورنا الشعر بطريقة صحيحة. سشورنا الشعر منيح. لو أنه ما مسشورين الشعر منيح فما راح يزبط معنا التخصيل، راح الشعر يفرط، راح يكون في تمويجة بالشعر، ما راح يعطينا التخصيل هذا. كل ما سشورنا الشعر منيح راح يعطينا التخصيل اللي بدنا اياه. طبعا بنتابع التخصيل على كامل الشعر بهذا الشكل مثل ما حكينا بالبداية. ناخذ الخصلة نسحبها مرة واحدة، واذا بدنا نعيد مرة ثانية بنحط المشط بنفس المكان لحتى ما تفرط معنا الخصل. طبعا القصة هاي انا نزلت عنها شرح كامل فيديو سابق، اللي ما شاهد الفيديو يدخل على الصفحة او على الرابط اللي راح احطه اول تعليق. شرحنا عن هاي القصة، تدريج وتضييع الخط بشكل كامل، للتذكير فقط اللي ما شاهد الفيديو السابق.
طبعا بنتابع احنا التخصيل، اخر جهة بدنا نخصل فيها لحتى تكتمل معنا التسريحة والتخصيل بشكل كامل. طبعا من اساسيات التخصيل هو السشوار، لازم يكون انت مسشور الشعر منيح، اذا ما تسشور بطريقة صحيحة ومنيح ما راح يطلع معك التخصيل بهذا الشكل. طبعا ممكن نستخدم ايدنا بهذا الشكل لحتى نخصل. هاي طبعا لمسات فنية ولمسات أخيرة لحتى تعطيك جمالية للتخصيل. وهيك أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون واضح والشرح يكون واضح والمعلومات اللي قدمناها تكون مفيدة لكم. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا كان الفيديو مفيد وشو حابين ننزلكم في الأيام القادمة. نراكم على خير أصدقائي في الأيام القادمة مع حلقات جديدة وفيديو جديد. سلام.